يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم اخوان؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير ومرتاحين. رجعنا لكم فيديو جديد. اي والله جاي رقاقي، وذا استون طلعتهن جاي سرحن. انا قاعد والله من وقت بس ما له خلق شوي اليوم، فهسه شوي يلا طلعتهن. هاي شنو الدلع؟ على شنو هاي الدلع؟ على انه اكو تفقيس. بسم الله ما شاء الله، ما نقول ما شاء الله، قول ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا البارحة لقيت البيض قاعد 3 أو 4 لقيتهم قاعدين يقرن، فزرفت شوية زرف حتى يتنفسن من يمه. فاليوم لقيت واحد من يمهن فاتح، يعني دائرة، مسوي دائرة صغيرة فاتحها وشاق القشرة اللي جوا، باقي بس القشرة الكبيرة اللي فوق. فلست له انا شوية من يمها وهسه طلع. يعني هو المهم جيت هسه يعني سوى فلس. جيت هسه لقيت امها من شوية مخرت له وطالع. واحد هسه هم هم فلست له وطلع هو بعد. هسه عندنا 2. بسم الله ما شاء الله. هذا واحد بسم الله ما شاء الله، وهذا واحد. صار خلي اشوف، خلي كروس، خلي رفعه دقيقة 2 دقيقة. اخوان هذا السرة مالته يابسة فنشلحها. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوا لونه اصفر. بسم الله ما شاء الله. هاي القشرة نطيها للدجاجة. تعال 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 تعال. ثلاثة حمراء. خلينا نشوفها الثاني حتى هاي منذ بقشرته. ها شوفه وفي شوية يتنشفي. شوف هذا الدم اللي براسي اليابس. من الحنينة حنسوي منه يشمين. بس صبري دقيقة، بس دقيقة. ما راح اكله والله، ما اكله انا على مودش. لا تعوفني. خل اطلع عليها وارجع، ما اقدر اخاف تنقرني. رجعت لكم طلعت اخوان هذا. بس هذا شو كنا ما صرة باقية كبيرة مو مثل ذاك. هو رغم انه هذا انفقس قبل ذاك. فنطيها الحين، ما اقدر اقولكم اياها لين بيها. شو تقول اطلعها والنوبة حتى اصور البيضة نشوف شكو ما انفقس وارجعها. يلا خلينا نقومها نشوف مين حبيبتي. شوية خلينا نطلعها. بسم الله بسم الله. على كيفك على كيفك. ولك شنو هذا؟ شبين المرأة شنو؟ شو طالع دم من الصرة مالته اخوان. شو ذاك؟ وهذا واحد بس. شو 2-0. يلا يجي خير من الله. هاي عندنا ما بنقرا. اي ماكو. رجع مين هسه شوي ورجعك. ما اكلهن والله، ما اكلهن. هذا ما منقر يا اخي. حتى بالفحص البارحة مو فحصت انه ذني بعد لهن وقت وذني لا. شنو كل سنين كل سوى ما اعرف شنو قضيتهن. على مود البيضات. هسه لقيت هنا بيضتين. انا شفت الدجاجة الحمراء نايمة هنا، وشفت البيضة بيوضة هم نايمة هنا. فالدليل انه بيوضة من بيضة. بسم الله ما شاء الله. ما اعرف، قلت لكم بذاك الفيديو. وهاي شكيت انه بيضة من البيضات الها. وين المرقيبة بعد؟ المرقيبة وين راحت؟ ليش المرقيبة؟ المرقيبة شفت الديش مرتين يمكن قفزها.
والبارحة سمعتها دقاقي فبلكت قلت بيض. انا اريد يكون فد 10 بيضات من ام رقيبة. اذا فراخ ابو رقيبة بلكي يطلع لنا فراخ ابو رقيبة بيض، بلكي يطلع لنا فراخ ابو رقيبة ورد الباقلة على ابوهم. يعني يطلع ابو رقيبة ورد الباقلة. شوف شلون الا يخبلون يطلعون. بس انا تطيه كم من ساعة لازم خل اصور. انه تذكرت التفقيس قلتو وانا مفقسات وانا ما اصور. خل افتحها الحين. يفتحها هاي تكو واحد يكشفها. خل افتحها وارجع. فتحت العلة عقب. خلي نقلب بيه شوي بالبداية حتى شوي يتخالط شوي من يوميا. يعني من نجا عليه القى البروتين صعد لي فوق وباقي المواد ما تبي. لما نخلطه يلا. بس هاي شو راح ترس. اذا احط بيدي راح تاكلنا قبل لا تترس. شو جيبوها اللي جاي واللي ياكل هي هنا خلي ياكل. ولو تستحون. بسم الله ما شاء الله. اخر يلا. بعد كافة يكفيك ولا لا تردون بعد. ام رقيبة شلونك؟ اردك بيضين. يلا نسفولي لك النسف. وقفي بلا زحمة عليش. اخذ لي غاد حتى الكل ياكل. خاف هسه تخافون مني. يلا روح. يلا بيضك لي. بيضة يتعكن وياها يمكن. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وانا جمعت لهم بيض ان شاء الله. اتاني هاي الحمرة تكلت ان شاء الله. هاي ان شاء الله انتظرها تكريت. بس جاي اخوان جاي ادور بالفيس على سكيبات ماكو. جاي ادور على اقفاص مسوينها من سكيب حتى شوي يكون سعرها رخيص. هم ماكو. يعني من يكتب تريد اقفاص من سكيب يكتبوا له خوي بشتري سكيب وسويها شير رد لها. وانا محصل السكيب. ليش غضبانة ليش؟ ان شاء الله بس احصل. قالوا شوفوا الكاشية السيراميك المصانع. قالوا شوفوا النجار شي يبيعها. والنجار اذا حصل كيف هو يسوي إله خوي يشرحه ويشتغل بيه. ما يبيعون كيف. ليش تشرين غضبانة؟ ليش تشرين بالقاع؟ حياكم الله حبايبي ورجعت لكم. اسف على الفيديو راح يصير طويل. راح اختصر لكم شوية. لا يا ليش هذا مو عشان اكل. هذا ليش قلبنا والله مو مال اكل حبايب قلب. هذا تجميع البيض اللي مجمعين للدجاج تقريبا بنص طبقة. يعني 15 بيضة اقل اكثر بعد ما ادري ما حاسبهن. وهذا برغل جبت للكتاكيت. فقسنا عندنا كم كتكوت هسه لكم اياهن. جبت لهم برغل اول 3 ايام بعدين جبت لهم بروتين. هذا الاكل تدرون بيه راح يخلص الاكل مال الدجاج. شوف ما يخلصوا عقب باكر يخلص خلطهم من جديد. باش عندنا هاي مال كابسة. ذبيت الكابسة وبقيت هاي لين حتى اجيب لي كابسة جديدة. وذاك البروتين باقي. وهذا الطير باقي واحدة بعدني ما بايعه. ما الاكل طشرنا بيه نسوله ليه طشرنا. فتعالوا نشوف الدجاجة. بيض ماكو. بيضنا الصبح وحدة يمكن 2 والله ما نسيت. اي ما بيضات هسه. تعالوا هنا كم الدجاجة. هاي مين بسم الله ما شاء الله فقست. وهذا دليل فرق مال الفراخ. فموعدها هي تفقس
يوم 11 بالشهر، يصيرها 21 يوم. فإحنا اليوم صار 13 بالشهر، يعني صار يومين على موعدها. فبيهن فقسن يوم 21، 3 منهن يمكن 3 منهن. وبيهن البارحة نقرن واليوم واحد طلع من 2. وبيهن اليوم أنا يعني قمت أشوف الماء منقرات، قمت أنا أزرف البيضة وافتح له شوية وخليه هو تكمل على الباقي، لأن البيضات تأخران حوالي مثل ما قلت لكم، يعني هو موعدهن يوم 11 وإحنا يوم 13، تأخران يومين. فأنا قاعد أزرف البيضات وافتح لهن شوية وخليه هو يكمل. بس عندنا البيضات الفقسن يوم 21 زينات ما شاء الله. بس مال البارحة نقرن واليوم فقسن في تعبانات، حتى ذن هسه جاي طلعن يعني بس ويظل مخنطل تعبان. وواحد من الفقسن يوم 21 بيعوق بصوعه، بس يعني ما عادي يعني يمشوا هاي، بس واحد من أصابعه أعوج. والباقيات 2 يمكن منهن تعبانات. واحد مات، صدق نسيت أقولكم، واحد مات من الفراخ الفقسين اليوم. البارحة منقر واليوم فقس ومات. وذن 2 منهن اليوم فقسن، فما أعتقد يعيشن بعد، ما أدري. والباقي كله نقرته وشين نقرته، ما لقي وحدة لقيتها منقرة. والباقيات أنا زرفتهن، فتحت لهن شوية دائرة خليته يتنفس، قلت خاف يخنقن. وهن بعد الباقي هنا يطلعن، ما أدري بعد يعيشن يموتن، والله ما أدري. إن شاء الله يفقسن. فشين نقولكم اللي هنا وصلنا نهاية الفيديو. ها مرقية واخر هذا النمل عطيت المي وشكر، شربتهن طلعتهن شربت الأفراخ، وهي تخبص الدنيا، كل ما طلعهن تخبص الدنيا. هاي دي كلها من البيض مدمرة. اللي هنا وصلنا نهاية الفيديو. أتمنى الفيديو إذا عجبكم اعطونا لايك. راد يقفز مرقيبة، هيك قلتلكم أنا جاي أجهز، بس أنا هسه هعرفها ورا ما خلص الفيديو، هعرضها للبيع. لا أجهز ولا بطيخ، صار أسبوعين من قفزها. شوين بيضتها، والله هي حلوة اخوان، تخبل يعني كلش عاجبتني. بيض لون ابيض وهم برقيبة، بس شو اسوي ما نقص ما بيها. حبيحة لو اراوسها بدجاجة ومرقيبة يعني غير لون. المهم بياضة، يعني هي هم بياضة، بس انا ما قلتلكم لا، راح يقولون يا شي ما تبيضوا هاي حبيحة. لا اخوان هي هم بياضة، ما دام الديج جاي يقفزها، بس شو تأخرت يعني. هن الديج من بدا يقفز بيهن صارهن شهر، هسه يبدأ بيضا. فهي قبل اسبوعين بدأ الديج يقفز بيها، فهم بعدها يجي اسبوع تبيض. الجاي دقاقي صار يومين اسمعها دقاقي، بس صوتها ناعم. شوف الديج راح لها، بس يعني تتأخر. انا شو اقول مستعجل، الصيف جاينا. هم يلا لحق طلع لي كم فرخ منهن، ومنها بالخصوص هي مرقيبة. فلو لو اراوسها بمرقيبة غير لون، انا والله رايد بمرقيبة ورد الباقلة، حتى ديش ورد الباقلة ومرقيبة ورد الباقلة يطلعون كلها فراخ امهات رقيبة ورد الباقلة، الشي راقي. فان شاء الله حصلت مرقيبة ورد الباقلة، حصل واذا ما حصلت مرقيبة غير لون سودة همين تعجبني، مرقيبة سودة، وان شاء الله خير. شوف هم راد يكفشها، شفتوته بعد صار قدامكم. فاللي يريدها خلي راسنا، والما يريد انا هعرضها على الفيس. راح اعرضها يمكن بسعر 20,000 احتمال، لان دجاجة حلوة اخوان تسوى. فاللي هنا اقول اودعناكم.